وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مؤمن شاب مجتهد وبيسعى في حياته وبيحاول ان هو يعمل مشروعه الخاص بفكرته المميزه والخاصه بتاعته. فمن دبلوم صنايع كمان الى مشروع الخاص والمميز، مش حلوى مجرد حلوى عاديه، لا حلوى تركي مميزه هو كمان اللي بيصنعها بايده. معانا ضيفنا في البث المباشر مؤمن هيعرفنا نفسه في البدايه. اهلا بيك، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تعرف حضرتك في البدايه؟ اسمي مؤمن. عندي 21 سنه من شبرا خيمه. حبيت افتح مشروع بعد ما خلصت دبلوم صنايع وخدت المعافاه. حبيت افتح مشروع خاص بيا وكده، وحبيت برضك مشروع يكون مميز محدش عامله قبل كده. لقيت ديت كان في بلوجر مصري عامل لقاء مع واحد تركي هناك في تركيا. تمام. وشاف ديت، فانا شفت الفكره عجبتني ومحدش كان عاملها في مصر قبل كده. تمام. حبيت ان انا افتح المشروع دوت واحده واحده لحد ما بقيت عرفت الطريقه، بس تعبت شويه يعني ما جبت الطريقه. وحبيت افصل الصينيه يعني زي ما هو عاملها بالظبط وكده. الحمد لله يعني المشروع نجح. طيب ايه بقى فكرته اكتر؟ يعني انت ايه المكونات بتاعته؟ في فراوله وموز ومانجا وكيوي وليمون نعناع. تمام. كلها بتبقى فواكه طبيعيه وعشان ما فيهاش اي حاجه صناعيه ولا الوان ولا اي حاجه. تمام. بتبقى من مصر كده زي المصاصه عندنا، بس بتبقى طريه يعني كاندي بس سايح شويه. تمام. طب المكونات بقى انت بتعملها لوحدك ولا ايه؟ المكونات بعملها اهو في البيت لوحدي. 20 بيبقى فيها كل الأطعمة. بيبقى فيها كل الأطعمة. ايه بقى مكونات الحلوى بقى او هي عباره عن ايه الحلوى التركي؟ كاندي بس بيبقى سايح. تمام. مكونه من سكر وفاكهه واعشاب. تمام. الاعشاب اللي هي زي القرنفل حاجات زي كده. تمام. وهي اصلا كانت في تركيا كانت علاج. تمام. مشهوره جدا هناك في تركيا في الصوره دي في اسطنبول. طب هي المكونات بتاعتها بقى عباره عن ايه؟ كلمنا اكتر عن الحلوى التركي بتاع حضرتك ومشروعك. يعني المكونات بتجيبها منين ولا بيبقى الموضوع ماشي ازاي؟ المكونات يعني الفاكهه بنزل بجيبها بس بيبقى في ناس معينه بتعامل معاها. تمام. عشان لما اقدر اوفر الحاجه موجوده. في عطار برضك بيجيب الاعشاب والحاجه. تمام. كده يعملها طبعا ايه؟ تمام. كلمنا اكتر بقى عشان الساده المشاهدين يعرفوا مكونات الحلوى التركي الخاصه بيك. في المانجا. تمام. والكيوي. تمام. فراوله. تمام. ونعناع وموز. تمام. المكونات بقى صعبه ان انت تجيبها وتنفذها ولا ايه؟ لا سهله جدا. تمام. سهله جدا موجوده اصلا في اي بيت. المكونات اصلا في اي بيت، يعني ما بتقدرش انت مثلا تطلبها من مكان معين. لا. تمام. بس حاجات طبيعيه فاكيد موجوده في اي بيت مصري. طب كلمنا بقى عن الاسعار. يعني عشان الحلوى مثلا تركي مميزه وخاصه هتبقى غاليه ولا في المتناول؟ هي سعرها رخيص جدا 20. تمام. هي برضك هي كانت الاول بعملها ب 15 بس حبيت ان انا اعليها شويه عشان السكر والحاجه غليت، اضطريت غصب عني ان انا اغليها. تمام. بس ان شاء الله سعرها يكون ثابت 20. يعني انت كده خلاص مثبت سعرها بقى ان شاء الله. طيب ايه بقى اللي بتحاول تسعى ليه بعد كده؟ بس ان انت تعمل مشروعك ده او خلاص يعني مستقر على كده ولا في حاجات بعد كده؟ بحاول ان شاء الله يعني باذن الله وربنا كرمني اكبر المشروع شويه. تمام. يعني انا دلوقتي فاتح 3 كمان. واحده عند جاد. تمام. واحده عند كرم الشيخ. ودي الثالثه. نعرف بقى الساده المشاهدين مكانك فين بالظبط يا ماما. انا دلوقتي واقف في شارع محمد فريد. تمام. شارع مكة شريف. تمام. في وسط البلد. تمام. قدام كوتينيل. تمام. ان
شاء الله بيبقى مكاني دوت ثابت، بيبقى من الساعه 6 لحد الساعه 1:30 كده. ده مواعيدك الثابته هنا في وسط البلد في المكان ده؟ انا قبل ما انزل وسط البلد كنت واقف في الكوربه في شارع اسوان. طيب تمام، انت برضه هتستقر او هتثبت على مشروعك ده، ولا حابب توسع اكتر منه او تعمل مثلا مكان يعني محل معين؟ حابب اوسع بس حاليا يعني انت ما بتفكرش يا مؤمن ان انت تفتح مثلا محل؟ ان شاء الله لو ربنا كرم هنفتح محل. تمام. طيب لسه في الاول يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله. انت شاب جميل وبشوش ما شاء الله، وتشرفنا باللقاء بيك يعني مع موقع تحيا مصر. في النهايه بقى تحب توجه رساله ايه للشباب بقى؟ الشباب ما تيأسوش، والله اليأس ده مش كويس جدا. اتعب ودوس على نفسك واصبر، اهم حاجه الصبر. طول ما انت صابر ربنا هيكرمك. ربنا كريم جدا والله. انا صبرت حوالي سنتين عشان اقدر اوصل بس للطريقه بتاعت المعروف. وجريت على النت فضلت احاول اوصل لحد تركيا، من تركيا هناك، وصلت الحمد لله لواحد هناك وهو دلني على الطريق. بس برضك الموضوع كان صعب، كان بيكلمني بالتركي وانا ما بفهمش تركي. تمام. حبيت برضك اخش اترجم الكلام، اكتبه تمام وافضل اترجم فيه واحده واحده لحد ما عرفت الطريقه. يعني انت عملتها برضك مش مجرد ان انت عملت مكونات ومشروع حلوى تركي ونزلت، لا ده انت عملت اجتهدت كويس وسعيت فيه يعني. اليأس ده هيجيبكوا لورا، مش هيديك 1% نجاح. لا اليأس ثوبي ولا الاحزان تكسره. بالظبط كده. اهم حاجه الصبر، طول ما انت صابر ربنا هيكرمك. في النهايه يا شباب تمام، اسعى وما تقعدش في البيت، اجري اشتغل في اي حاجه. صح. وخليك ورا هدفك، شوف انت نفسك تعمل ايه وهتعمله. طول ما انت صابر وعندك الاراده اللي انت تعمل حاجه هتعملها. قول يا رب، طول ما انت تقول يا رب ربنا هيكرمك. احنا انبسطنا وتشرفنا باللقاء معاك يا مؤمن، وربنا دايما يوفقك وبالتوفيق دايما ويكرمك يا رب. في النهايه لا يسعني الا ان اشكر حضراتكم على حسن المتابعه. دمتم في امان الله. كان معكم سيف فرج موقع تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمه الله.